واخيرا لقيت سبيروس باتس كولا. طبعا ناس كتير قوي كانت منتظره ان سبيروس باتس تعمل كولا زي كوكاكولا وزي بيبسي. بس هي على ما اظن هي بديل كوكاكولا مش بديل بيبسي. زي ما انتم شايفين ده شكل الازازه. الصراحه الازازه شكلها جميل جدا، يعني الديزاين بتاعها حلو قوي. سعر الازازه دي عامل 12 جنيه. في ناس كتير بتشتريها ب 11. هي سعرها في ناس بيبيعوها ب 11 وفي بيبيعوها ب 12. انت لو لقيتها ب 13 14 الصراحه ما تشتريهاش. تمام. هنفتح بقى الازازه قدامكم. هنشرب بقى بسم الله. بصراحة طعمها مش وحش، عشان دي لسه نازلة. تمام، فهو ممكن يعدلوا عليها. كوكاكولا يعني. بس هي المية بتاعت بس هي المية بتاعتها خفيفة شوية عن الكوكاكولا. يعني كوكاكولا تحس ان المية بتاعتها تقيلة شوية. وطعمها مش وحش بصراحة يعني، والصودا بتاعتها حلوة. والستيم بتاعها ضعيف. بس ممكن يكون طعمها مش احسن حاجة عشان مش محطوطة في التلاجة. اصلا انا لما اشتريتها من السوبر ماركت ما كانتش محطوطة في التلاجة. وتقييمي ليها 6 من 10. في الفيديو ده انا لقيت الترند كيك لارش. الكيكه دي يا جماعه قلب الدنيا على السوشيال ميديا. الكيكه دي سعرها عامل 11 جنيه. تمام. بص، هو اولا سعرها يعتبر غالي شويه. هي اول ما نزلت كانت ب 10 جنيه ودلوقتي بقى 11 جنيه. وممكن مع رمضان اول ما يجي رمضان تبقى ب 12 جنيه كمان او ب 13. الكيكه دي من انتاج شركه هابي سويت. وهنفتح بقى الكيس. وزي ما انتم شايفين ده شكل الكيكه. هناكل بقى بسم الله. هو بصراحه الكيكه طعمها جميل جدا، يعني ما عنديش اي اعتراض عليها. يعني كأنك كمان برضو بتاكل مولتن كيك بالظبط. وزي ما انتم شايفين صوص الشوكولاتة اللي جواه السايح ده. فهيكون تقييمي ليها 9 من 10. فعايز اقول لكم حاجة كده يا جماعة. ان في ناس لما بتجيب الكيكة دي بتحطها في الميكروويف عشان تسيح. تمام. عايز اقول لك ان الكيكة دي يعني فيها كمية سكر رهيبة. فتخيل كده لما الكيكة دي تتحط في الميكروويف وتسيح، تخيل بقى طعمها والسكرياتها فيها هيبقى قد ايه. وغير كده في دكاترة كتير طلعوا قالوا فيها مواد سرطانية. فيها مواد سرطانية. فانا مش عارف بقى الكلام ده حقيقي ولا لا. انا قلت اجربها معاكم كده، ما رضيتش احطها في ميكروويف ولا اسيحها ولا اي حاجه من الكلام ده. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه.